السلام عليكم ومرحبا بكم في شهوه من شهوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله كنقترح لكم مائده ديال الكوتي. كنت حضرت هاد الاطباق، صديقه جات عندي وحاولت انني نصور لكم كل شيء باش حتى نتوما تاخذوا معايا فكره. نتمنى انكم تعذروني على طول الفيديو وكنتمنى لكم كذلك فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا بها ندير العصير باش يبرد. غادي نحتاج هنايا عندي تقريبا 4 ديال الجزرات شويه كبار منقي وقطعته هكا طريفات، وعندي هنايا الخوخ ما بين 4 حتى 5 الخوخات كيبقى على حسب الحجم ديال الخوخ. غادي ندير كلشي في كوكوط مع اطرونس ديال الماء. الخوخ نحتفظوا بالعظام ديالو، ولكن نحسبوا شحال من خوخه درنا باش من بعد ملي نبغيو نطحنوا نحيدوهم ما تصدقوش طاحنين العظام. وغادي نديرو كيف ما ذكرت اطرونس ديال الماء، غادي نسد عليه ومني تصفر الكوكوط نحسبوا 15 دقيقه ونطفيو عليه. بعد ما طاب الخضر يعني خيزو الخوخ، حيت داك العظام ديال الخوخ وضفت السكر كنضيفو على حسب الذوق. واحد ساشي ديال السكر فاني وغادي نطحنو محدو سخون. الا ما كانش هذا الميكسور من الاحسن انكم تسنوا عليه حتى يبرد عاد طحنوه باش تخافوا على الكاس ديال العصاره. بالنسبه لاطاق غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الدقيق، حبه ديال البيض، 50 غرام ديال السكر سنيده، 60 غرام ديال الزبده دايبه نعبروها عاد كندوبوها، ساشي ديال السكر فاني وساشي ديال الخميره ديال الحلويات اللي من وزن 8 غرام. وكذلك غادي نحتاجو كريم باتيسيير اللي سبق لي وحضرتها، وغادي ندير لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. اول حاجه غادي نديرو غادي نخلطوا هاد النواشف، يعني 50 غرام ديال السكر، 250 غرام ديال الدقيق. هنا بعض المرات كنضيف لا بودغ داموند، كنعوض مثلا 50 غرام اولا 100 غرام ديال الدقيق بلا بودغ داموند، ولكن اليوم ما عنديش متوفره ما غاديش نديرها، هي غير اختياريه، غير كنعوضها بها بعض المرات وصافي ماشي زعما ضروري. المهم 250 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف عليها خميره ديال الحلويات وساشي ديال السكر فاني. غادي نخلطوا هاد المواد هذه الناشفه. غادي نضيفوا الزبده وغادي نضيفوا الحبه ديال البيض. غادي نحاولوا اننا نرملوا لان ما باغينش نجمعوا اون بات، خصنا نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون مرمل بحال الكرامبل بهذا الشكل هذا. غادي نبقاو نرملوا فيه غير بالصباع هكا، نتاكدوا من ان مابقاش عندنا شي بلاصه فيها الدقيق. اذا غادي كنديروا نصف الكميه والنصف الاخر كنخليوه حتى كنغطيو به لا كريم. نحاولوا نقادوها ولكن ما نضغطوش باش ما نديروش واحد الطبقه ديال اون بات، حنا باغيين يبقى عندنا داك الشكل هكا كرامبل. صافي غادي ندير دابا من الفوق لا كريم باتيسير. كريم انا حطيتها في لابوش غير باش يسهل عليا نحطها، باش ما نبقاش نهز الخليط ديال الكرامبل. هاد لا كريم عندي منسمه بالفاني، ممكن الا مبغيتوش ديروا هذه اللي كتصايب هكا بالبيض ممكن انكم ديروا غير هذيك اللي كتكون جاهزه، هذيك ما كتحتاجش انكم ديروها في لابوشي، كتخلطوها في ملي كتستعقد وكتكبوها مباشره فوق هذا الخليط. كنغطيو لا كريم بالباقي ديال الكرامبل وكنحاولوا اننا نقادوها باش تجينا واحد الطبقه متساويه، ولكن كنبقاو محافظين على داك الشكل المرمل. وغادي ندخلها للثلاجه بين ما سخن ليا الفران، وعاد ندخلها طيب تحمر من التحت ومن الفوق. غادي نحضر دابا لي كريب. عندي نص لتر ديال الحليب، 2 حبات ديال البيض، 50 غرام ديال الزبده كنعبروها عاد كندوبوها، 250 غرام ديال الدقيق الابيض وفيه واحد القبيصه ديال الملحه. ما غاديش ندير حتى شي نكهه لانني باغي نستعملوا المالح والحلو، غندير ليه 2 حشوات ان شاء الله. اذا عندنا الحليب نص لتر، ضفت عليه 2 حبات ديال البيض، غنضيف عليه 50 غرام ديال الزبده دايبه، وغادي نضيف الدقيق وهو القبيصه ديال الملحه، وكنطحنوا كلشي مزيان. ما نبقاوش نطحنوا فيه بزاف، غير كتنسجم عندنا العناصر ما كيبقاش عندنا الدقيق فيه حبيبات، وكنحبسوا باش من بعد ما كيوليش عندنا لا كريب كتجبد بحال لاستيك، لان ديك الساعه كنكونوا طحناه بزاف وكيطلق لينا داك الدقيق الجلوتين ديالو. اذا غادي نطحن هذا الشيء، غندير كلشي في واحد الاناء نغطيه ونخليه يرتاح تقريبا ما بين 15 حتى 20 دقيقه، عاد غادي نبداو نطيبوا فيه.
بديت كنطيب في لاكريب كيف ما ملاحظين. كناخذوا الكميه اللي تكفانا على حسب المقله، واش كبيره ولا صغيره. هنا كنديروا غير واحد شويه، وكنحاولوا ندوروا ايدنا هكا بخفه باش نغطيو الوجه ديال المقله كامله، لان خصنا لاباط تكون رقيقه ما خصش تكون غليظه. وغادي ندير هاد الطيب. كيبداو نشفوا هاد الجناب وكتنشف عندنا لاكريب من الفوق. كنحاولوا اننا نقلبوها باش طيب على الجهه الاخرى. ما كتحتاجش مده طويله ديال الطياب لاكريب بسرعه كيطيبوا. بالنسبه للمقله الا كانت كتلصق ممكن انكم ديروا واحد لا كومبريس فيها واحد شويه ديال الزيت ودهنوها واحد الدهنه خفيفه عاد تبداو طيبوا فيها لاكريب ديالكم. اذا غادي نستمر هكا حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي. لي كريب غادي نوجد الحشوه الاولى اللي غادي ندير فيها لاصوص بيشاميل. درت انا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده غادي ندوبها. بالنسبه لاطاق بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها. هنا كتكون مازال سخونه لا كريم باتيسير كتكون باقا سايحه كيف ما ملاحظين. غادي نخليوها حتى تبرد مزيان. كل ما بردات كل ما غادي تكون عندنا مزيانه. عاد غنديرها في الطبق ديال التقديم. اذا غادي نرجع لا بيشاميل ندير الزبده تذوب عاد غادي نضيف عليها الدقيق. من بعد ما كتذوب الزبده غادي نضيف عليها معلقه ديال الدقيق، معلقه كبيره. كنخلطوا كلشي خارج النار وغادي نرجع هاد لا بيشاميل اولا هاد لو ديال الدقيق والزبده حتى يطيب واحد شويه. عاد كنبدا نضيف عليه في الحليب. عندنا 4 اطرو ديال الحليب كنبقاو نضيفو فيه بشويه بشويه. بعد ما طابت لا بيشاميل غادي نضيف عليها لانشون اللي حكيتو هكا هكاكا غليظه اولا رقيقه. ممكن ديروا جونبون دو داند فومي اولا ممكن ديروا دي كروفيت. ضيفوا لي كروفيت في الاخير ملي كتقرب طيب لا بيشاميل. كيف ما عارفين هو ما كيحتاجش مده ديال الطياب طويله بزاف. نسيت ما ذكرتش واحد شويه ديال الملحه والبزار وقبيصه ديال الكوزه كنت ضفتهم لا كريم ملي كانت كطيب. بالنسبه للحشوه الحلوه ديال لي كريب غادي ندير فيهم لا كريم باتيسير. هاد المره غنستعمل غير هذه لا بودر. عندنا غادي ندير 2 المعالق كبار من هاد الكريمه ديال الحلواني البودره، 2 المعالق ماشي عامرين بزاف. غادي ندير 2 المعالق كبار ديال السكر اولا كيبقى على حسب الذوق، و250 مليلتر ديال الحليب. غادي ندير الحليب في كاسرونه. غنضيف عليه لا بودر ديال باتيسير والسكر. غنخلط كلشي وغندي نديرو فوق النار ومع التحراك دائما حتى كيتقال عندنا الخليط. لا كريم باتيسير بعد ما قادس في الاخير غادي نضيف له واحد شويه ديال الشوكولاط اسود اللي من النوع الجيد. نحركوه مزيان حتى كيذوب وغادي نخليو هاد لا كريم ولا صوص بيشاميل حتى يبردوا قبل ما نبداو نعمرو بهم لي كريب. ومن بعد غادي نحضر حرشه بالزيتون. عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه، نص كاس ديال الزيت العباره بالكاس ديال العنبه. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السكر، واحد شويه ديال الملحه، وكيس ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام. غادي نحتاجو الماء باش غادي نجمعوا هذا الخليط. وهنايا غادي نحتاج للتزيين شويه ديال الزيتون اسود اللي مقطع هكا طريفات بعد ما حيدت ليه العظم، وواحد شويه ديال الزعتره يابسه. اول حاجه غادي نخلط الملحه مع الخميرات بجوج ومع الملحه. نحاول ندير الملحه هي الاولى في واحد الجهه، وغادي ندير الخميره الكيماويه. غادي نخلطوا هاد المكونات وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت. غادي نخلطوا كلشي نرملوه ولا كيف ما كنقولوا كنبسبسوه. كانت ديك الحبوب كامله ديال السميده كتلبس بالزيت بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد شويه من هذا الخليط لانه هو اللي كنمرر فيه السميده من بعد. هي نفس الطريقه ديال الحرشه اللي كنت درت من قبل اللي عمرتها بالفخوماج. ندير لكم الرابط الا بغيتو تشوفوها كفكره حتى هي سهله وكتجي الشكل ديالها زوين. غناخذ اذا واحد شويه من هذا الخليط غادي نخليه هكا على جنب باش نمرر فيه الحريشات من بعد ما كنبدا نصرف فيهم. هادشي اللي تبقى ليا غادي نضيف عليه الزعتر والزيتون وكنبداو كنجمعوا في هذا الخليط بالماء عادي من الروبيني. ما يحتاجش اننا نسخنوا حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون واحد شويه خفيف.
ما عارفين السميده راه كتشرب. غادي نخليها ترتاح واحد شويه قبل ما نبدا نكور فيها باش يسهل عليا انني نكورها. ما نبقاوش ندلكو فيها بزاف، ما نخلطوهاش باش داك الزيتون ما كيطلقش لينا اللون الاسود في الحرشه. غنزيد واحد شويه الماء، واحد شويه باش نزيد نطلقها واحد شويه، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. اولا فما بانت ليا انني غادي يسهل عليا نجمعها، نبدا نصنع كويرات ديال الحرشه. من بعد ما كيتشرب واحد شويه الخليط ديال السميده، كناخذوا كرات من هذا العجين على حسب الحجم ديال الحريشات اللي بغينا نديرو. غادي نمررهم في الخليط اللي خلينا ديال السميده، وغنديرهم في واحد الغلاقه هكا باش كياخذوا الشكل ديالها. استعملوا اي غلاقه عندكم، اولا دوك لي سيركل اللي معروفين ديال الحرشه. انا هذه كتكون عندي براتيك، لان لابد ما كتكون عندنا واحد القريعه ديال البلاستيك في الدار، اما دوك ديال الشوكولاط للدهن اولا اي وحده كنستعملها. كنستمر هكا حتى غادي نكمل الكويرات كاملين اللي عندي اولا الخليط كامل اللي عندي. ملي كنحطو في المقله كنحاول نضغط غير واحد شويه باش نقادو ليها الشكل، وكنديروا الحجم اللي بغينا، اما صغار اولا نديروهم متوسطين. الحرشه بعد ما قاديتها في المقله حطيتها على نار اللي هي متوسطه حتى حسيت بها طابت من واحد الجهه. غادي نقلبها باش طيب من الجهه الاخرى، نحاولوا معها غير بشويه بهذا الشكل هذا، وكنبقاو مستمرين مراقبينها حتى كتحمر من جويه بجوج، ودائما على النار اللي كتكون متوسطه. غادي ناخذوا لي كريب بعد ما بردات لا كريم باتيسير كيف ما ملاحظين كتعقد. هنا الا بغينا نرشوا واحد شويه ديال اللوز ممكن اننا نديروه، معليش نديرو انا اليوم. غناخذوا نوتر كريب بهذا الشكل، وغادي نروليوها. غادي نحيد هاد الرويصات نجيب هاد الموس اللي عنده السنيلاش باش نقطعو، نحاولوا معاه غير بشويه ما نضغطوش باش ما نخرجوش لا كريم باتيسير، ونحطوهم في الطبق ديال التقديم. نمسحوا الموس باش ما نبقاوش نقطعوا واحد التقطيعه اللي كتكون نقيه، ما نبقاوش هازين معنا لا كريم، ونحاولوا نقطعوا هكا مايلين. بهذا الشكل هذا كيف نلاحظ. بالنسبه للكريب الثانيين ديال لا بيشاميل ولا نشون، كناخذوا لا كريب كندوروا على هذه الجهه، غادي ندهنوا واحد شويه من لاصوص بيشاميل، بهذا الشكل هذا. هنا ما غنديرش جوجات، غندير غير وحده، وكنلويوها بهذه الطريقه عادي، وغادي نقطعها مايله باش يجينا المنظر زوين في التقديم. بهذا الشكل هذا كيف ما ملاحظين. ممكن ديروا اكثر من لاصوص بيشاميل، انا اكتفيت غير بهذا شويه، وكنحطوهم في الطبق ديال التقديم.
اذا هادو هما الاطباق اللي حضرنا. عندنا لي كريب بلا كريم باتيسيير اللي ضفت لها الشوكولات، الحريشات بالزيتون وبالزعتر، لا طارت اللي درنا بها الكرامبل غادي نقدمها مع الكولي ديال الفرامبواز، سبق لي حضرتو ندير لكم الرابط اسفل هذا الفيديو. ولي كريب بلا بيشاميل رشيتهم بالفرماج احمر. هنا الا بغيتو تقدموهم سخان خليو حتى لاخر لحظه، زينوهم بالفرماج احمر ودخلوهم الفران يتكراتينا فيهم هذاك الفرماج ويسخنوا لي كريب ولا الصوص عاد كنقدموهم. والعصير ديال الخوخ والجزر كنقدموه خاصو يكون بارد مزيان باش كيكون لذيذ اكثر. وعندي حتى الخبز ديال الدار بالقمح الكامل ومقرصاه بالنخاله، قدمته مع شويه ديال زيت الزيتون والعسل وزيتون اسود، وكذلك مقدمه حتى شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع واتاي بطبيعه الحال. اذا هادو هما الوصفات اللي نقترح لكم اليوم، نتمنى انهم يكونوا نالوا اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحه وراحه.